إذن فأنا أقول أن إلغاء عيد الأضحى فيه مفاسد، فيه مراعاة لمفاسد ومراعاة لمصالح. المفاسد هما الشناقة، ارتاحيتوا، محشوماش عليكم تخليو الملك يدير هاد التقليد مسكين، يهزوا على العتيق ديالو على قبل الفقراء. محشوماش عليكم 40 مليون نسمه ما غاديش يعيدوا بسبب الجشع ديالكم نتوما، لولا الله ثم التدخل ديال الملك دابا الناس غتربح مليون في جيبها. مزيان الصراحه، الهضره معقوله ديال هاد الشاب، والله الا معقوله بالله. ما نبقاوش نشوفوا الناس كيبكيو في الهواتف، ما نبقاوش نشوفوا البزنازه ديال قطاع الاغنام شادين لنا المكازات في المحمديه وكازا والرباط وكيتفشوا علينا ويقول لك سيدي انت عندك باش تشري ايفون وما عندك باش تشري الحولي. هادوك صحاب البوادي وصحاب القرى الا من رحم الله البزنازه، ماشي الكساب، لان اي دومين فيه كساب وفيه بزنازه. فيه الكساب اللي كيبيع الحوت ب50، وكاين البزناز اللي كيبيع الحوت ب20، كاين الكساب اللي كيبيع الحولي ب40، وكاين البزناز اللي كيبيع الحولي بمليون. المحتكرين الذين لا يرقبون في المواطن المغربي الا ولا ذمه. الحمد لله اننا شعب الملك محمد السادس، ماشي شعب المسؤولين، ماشي شعب فلان او قلان. الحمد لله على نعمه الملكيه. سيدنا راه غادي يعيد بواحد لينا وواحد ليه، والعام الجاي يكون درس للبزنازه والقتاله، بدلوا الحرفه خليو. كيفاش كان الواقع ديال هذا الخبر هذا على الشعب المغربي؟ ارتاح، نعم، ارتاح من داك العاتق ديال انه خصو يفرح ولادو بالكريدي، خصو يمشي لزاكورا يمشي للبرجان ياخذ كريديات بخي دافونس بزاف. صراحه هذا هو المعقول. الصراحه راه الشناقه راه العفو لله، راه كيتعداو بزاف والله. عرفتي ولا الحولي كيبقى عليك الحولي، راه العلف راه كذا حيت كتذبحو كتلقى عامر بالميكا، واكلين الميكا وعايشين. بإلغاء هذه الشعيرة ليس إلغاء بمعنى الإنكار أو إلغاء بأنه لن يكون في السنوات القادمة، هو إلغاء استثنائي. إلغاء استثنائي هذه السنة لما فيه من ظروف خاصة وكبتها ارتفاع ثمن الغازوال بسبب الحروب، وكذلك بعض الجشعين من أباطلة الأغنام. فالملك أخذ استشارة مع العلماء وأخذ الامور بمصداقيه وبعقلانيه، ووقف في صف الفقير، لم يقف في صف حاليا من المستفيد من العيد الاضحى؟ هم اصحاب الدعم ديال الدوله اللي كيجيبوا لنا من الصبليون ويجيبوا لنا من قرطاحنا. من المستفيد من الاضحى؟ ليس المواطن الفقير، بل اصحاب الشكاره. ومن الخاسر من الغاء الاضحى؟ هم هاد البزنازه، ومن البائز هو الشعب. صراحة القرار صائب والهضرة معقولة ديال هاد الشاب هذا، لأن الصراحة كتمشي نهار العيد، يعني في الأيامات ديال العيد كتمشي تشري الحولي. عرفتي الشناقة شنو كيديروا لك؟ ولا راكم عارفين هاد الشيء هذا، كيشنقوا عليك بصح وكيقول لك راه العلف راه وحيت كتذبح الحولي كتلقى عامري ببلاستيكا، كتلقى عامري ببلاستيك، وكتلقى عامر ما نعرف شنو كلا وعايشين بركاسات بعض الحواله طبعا ما نعمموش، وهي غادية. ودابا هاد القرار صائب، والله ينصر سيدنا والله يسر. والصراحه حنا فرحانين، لان بوفري غادي يكون فرحان بهذا القرار. وعاش الملك وتحياتي.